ناس أعزائي المتابعين في كل مكان، إخواني الصوماليين في جميع أنحاء العالم، لقاء سريع مع المشرفين على منتخبنا الصومالي، منتخب الجالية الصومالية في الكويت، الأخ عمرو إمام، والمحترف في نادي خيطان الصومالي محمد علي عثمان. أول شيء حاب أرحب فيكم إخواني الأعزاء، وابدأ بس بالسؤال حول يعني تجهيزات المنتخب الجالية الصومالية للقاء نظير نجوم الكرة الصومالية في أنحاء العالم اللي راح يزور الكويت قريبا إن شاء الله، ويلتقي مع منتخب الجالية الصومالية. نبدأ معك عمرو، يعني شلون يعني تشوف تجهيزات منتخب الجالية الصومالية لهذه المباراة مع نجوم العالم، مع نجوم الصوماليين المتواجدين في جميع أنحاء العالم اللي راح يزور الكويت قريبا إن شاء الله؟ طبعا اول حاجه اقول بسم الله الرحمن الرحيم، وليا اكبر شرف ان اكون متواجد معاكم. حبيبي والله يا عم. واحنا النهارده قاعدين عندنا تجهيزات خفيفه. ايوه، عشان الفريق اللي احنا جاي سمعنا ان هو فريق يعني ايوه محترم يعني خبره. جميل. فاحنا ان شاء الله قاعدين نجهز على قد الامكانيات الموجوده زي ما انت شايف التمرين. ايوه، وان شاء الله عايزين نوصلهم لدرجه كويسه من اللياقه البدنيه. ايوه، فريق كويس ونقدر نواجه الفريق اللي جاي منه ان شاء الله. كابتن محمد طبعا نجمنا الصومالي، ان شاء الله طبعا انت راح تشارك بالمباراه هذه ان شاء الله. ان شاء الله. شلون تشوف تجهيزات منتخب الجاليه الصوماليه في الكويت اللي راح يلاقي نظيره ابناء جاليات الصومال في العالم اللي راح يزور في جميع انحاء العالم اللي راح يزور الكويت قريبا؟ شلون تشوف التجهيزات كابتن محمد؟ والله بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء نفس ما قال زميلي كابتن عمرو، ان يعني ان شاء الله احنا يعني نسوي كثر، يعني كثر اللي علينا، يعني لازم احنا نشد حيلنا وياهم شويه ونتعب معاهم شوي. جميل. نسوي شيء يعني ان شاء الله احنا نحاول معاهم كثر ما نقدر ان نتعب معاهم شوي، لان عندنا وقت ضيق بس عندنا اسبوع، وان شاء الله احنا نقدم الافضل للفريق، ونبي نطلع بالسمع يعني بصوره زينه قدام الناس ان شاء الله، ونرفع الجاليه الصوماليه الموجوده بالكويت ان شاء الله، نرفع علم الصومال جميعا ان شاء الله. جميعا. وطبعا عمرو امام طبعا مصر الحبيبه، يعني نشكره انه يشاركنا فرحتنا هذه بقدوم منتخب الجاليات الصوماليه في جميع انحاء العالم اللي راح يزور الكويت. عمرو ايه رايك بالشباب يعني الموجودين؟ هل في خامات حلوه يعني لا باين يعني معروفه يعني في مواهب صوماليه يعني معروفه. الصومال على طول تطلع لعيبه كويسه، طبعا منهم كابتن زياد يعني حبيبي والله. كابتن محمد طبعا يعني حبيبي ما اقدرش اتكلم عنه يعني لانه معروف حبيبي. فلا ان شاء الله حتى الشباب الصغيرين طلع منهم اكيد ان شاء الله، فريق كويس يعني ان شاء الله. طبعا راح تشارك محمد انت في المباراه ان شاء الله وترقبوا حدث تاريخ 2010 ان شاء الله. ان شاء الله راح تكون مباراه جميله ان شاء الله، يعني نشوف فيها مواهب صوماليه نضموها للمنتخب. المواهب هنا طبعا بالكويت، شباب الكويت يعني نسوي منتخب انه يرفع راس البلد الصومالي طبعا اللي تعاني. اكيد احنا نبي الاسم حق بلدنا طبعا اكيد، هذا الهدف. واحنا ان شاء الله انا وعمرو بما ان يعني الكباريه مو موجودين، فاحنا اللي متواجدين اللي موجودين صح، فاحنا نقدم اللي علينا مع الشباب، وان شاء الله باجي على الشباب ان شاء الله. ان شاء الله. مشكورين يا شباب على اللقاء السريع هذا الجميل. مشكور يا عمرو من مصر الحبيبه، ومشكور يا كابتننا الكبير محمد علي عثمان نجم نادي خيطان المحترف في نادي خيطان. مشكورين حبايبي. نواصل احبتي المتابعين معنا لقاءاتنا مع ابناء الجاليه الصوماليه في الكويت اللي قاعد يجهزون للقاء ابناء جاليات الصومال في جميع انحاء العالم. راح يزور الكويت قريبا لاجراء مباراه وديه لاختيار نجوم للمشاركه مع المنتخب الصومالي في تصفيات كاس العالم القادمه 2014 في البرازيل، وكاس الامم الافريقيه اللي راح يكون في جنوب افريقيا في 2013. ناصر علي احد نجوم ابناء الجاليه الصوماليه في الكويت، كان يلعب مع نادي خيطان والحين اللي يلعب في دوري الشركات. ناصر شو تقول لنا بهالمناسبه هذه الجميله، هالتجمع الصومالي الجميل؟ اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء مثل ما تشوف التجمع ما شاء الله الشباب كلهم موجودين ومو مقصرين. لبوا النداء اول ما كلموا، سمعوا انه في اجتماع حق الجاليه الصوماليه على اساس انه ينقون منتخب. مثل ما تشوف اللاعبين ما شاء الله يعني كلهم يعني متجمعين، وكلهم يعني قاعد يحاولون كثر ما يقدر عشان يلبون النداء.
فالحمد لله على كل حال، وان شاء الله يعني اوفق يعني يقول التوفيق حق الجميع ان شاء الله. ان شاء الله السنه يقدر على الاقل يشيلون على السماء ان شاء الله، يرفعوا فوق ان شاء الله. ان شاء الله. وهم يتاهلوا كاس العالم كل شيء ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. بس هذا حلم يعني بالوقت الحالي صعب يعني ان الصومال، بس ان شاء الله يعني يقدمون صوره مشرفه يعني ان شاء الله. زين ناصر، شلون تشوف خامات؟ في خامات حلوه يعني، في شباب يعني مواهب يعني يقدر ينضمون للمنتخب الصومالي يعني القادم. والله في عندك اكثر من لاعب ما شاء الله عليهم، بس انا في اغلبيتهم ما اقدر احكم عليهم الا لما اشوف الملعب، بس في ناس انا اعرفهم ان شاء الله والله يقدر يعني يسوون شيء. ان شاء الله ان شاء الله ناصر، ونتمنى لك طبعا التوفيق، وطبعا انت يمكن من المرشحين انك تكون من الاساسيين في هذه المباراه يعني القادمه ان شاء الله. مشكور. حياك ناصر علي، نجم خيطان السابق، وان شاء الله يعني كلمنا راح تعود نادي خيطان ولا؟ ان شاء الله. انت اعرفك على شخص ثاني. هذا خلاص هذا عندك خيط، هذا لاعب هذا ان شاء الله راح تعود نادي خيطان ولا؟ ان شاء الله يعني في الوضع اوكي وكل شيء ان شاء الله يعني خلصت من الدراسة الحمد لله، تخرجت وهذا الحمد لله، فضلت ان شاء الله لقيت وقت ان شاء الله ان شاء الله. الله يوفقك ان شاء الله نصور، واتمنى لك ان شاء الله بالتوفيق حبيب قلبي.